أمي الله يخليكي، أنا جاي لحتى أفضي بالي شوي عندك، كرمال الله لا تقهريني أكثر. معقولة أنا أهراك؟ بس هالبنت هي ما بتشبهك بشي أبداً. أنت شفتها من هون وطار عقلك عليها من هون، ما عاد ركزت بشي. سوزان شو هالقهوة الخفيفة هي؟ معقول نحن إلنا شهرين إننا متزوجين لهلا ما بتعرفي تسوي قهوة؟ هلا كل يوم بدي اسمع نفس الكلام. شوف فراس، اذا قهوتي مو عاجبتك فيك انت تقوم تعمل قهوه. ايه امرك، ما بتتغيري، فالج لا تعالج. ليكي حبيبتي احذري، شو ما بدي اروح اعمل فيلر عند هذا الدكتور، ما حبيت شغله. احذري ليكي، اسالي لي يا رولا وين عامله فيلر، بدي اروح اعمل عند نفس الدكتور، انا ماني حابه اسالها. قولي عليك يا فراس على هالبلوه اللي بليت حالك فيها، بعت الغالي بالرخيص. انا رايح اشرب قهوتي عند امي. ايه روح، شكلك اشتقت لريحه الحبايب. ما على اساس انت فارقه معك اذا اشتقت ولا ما اشتقت. اوكي، انا رايحه على الدكتور. لا خير حبيبي، صاير معك شيء؟ فراس مشان الله بلا مسخره، انت بتعرف انه دكتور تجميل. معناها على هالحاله كمان اليوم ما في غدا، مو؟ انا بقيان عند امي كل النهار. سلام. يا أمي شو ما حكيت ما رح أتعاطف معك، وأنت بتعرف رأيي منيح. امي انا والله ما عم احكي لحتى تتعاطفي معي، انا بس عم حاول اشرح لك الخديعه اللي خدعتها، وكيف اني تركت البنت اللي حبتني وعشقتني وقدرتني كرمال وحده جمالها فيك ومصطنع. لك في شاب بهالأيام ما بيعرف إذا كانت البنت عاملة تجميل ولا لا. ايه امي، في من كتر ما اهتمت بحالها وبشكلها ما عاد خلتني افكر بشيء. وانت فكرت تترك خطيبتك هالمسكينة هي وتروح على هديك ام التجميل. امي الله يخليكي، انا جاي لحتى افضي بالي شوي عندك، كرمال الله لا تقهريني اكثر. معقولة انا اهراك؟ بس هالبنت هي ما بتشبهك بشي ابدا. انت شفتها من هون وطار عقلك عليها من هون، ما عاد ركزت بشي. امي انت بتعرفيني، من زمان انا ما بيلفتني غير الجمال، وحلمي اخذ مرة حلوة، بس شفتي كيف قفلت معي. بس فادية مو بشعة، والبنت الآدمية والبسيطة ما بتعجبكم، بيعجبكم يلي عاملة نفخ وشد وتكبير. لك صحيح امي، انت بتعرفي انه سوزان كان وزنها فوق ال100 كيلو وعاملة قص معدة وشفط لحتى صارت هيك؟ بعرف تقبرني بعرف بس هذا الشيء ما بيعيبها، بس هي صار عندها وسواس بعمليات التجميل ما عاد فيها، وانا شفت صورها القديمة كلياتها. بعدين فادية بنت جيراننا سبحان الذي خلقها، بعرفها وقت ما كانت صغيرة وصارت صبية وما تغير فيها شيء. امي انت بدك تضلك تحسسيني بتأنيب الضمير. يا امي شو حاسس حالي مضروب على راسي. سلامة قلبك يا امي. اشرب قهوة حبيبي، اشرب قهوة. فادية؟ هلا فراس، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ انا هلا بشوفتك صرت منيح. فادية في مجال نحكي كلمتين؟ فراس شو عدنا نحكي اكثر من اللي صار بيناتنا؟ بظن ما ضل حكي. يعني انا بصراحة الفترة الماضية كنت ملطوش مضروب على راسي. وهلا صحت يعني؟ فادية في مجال تعطيني فرصة لصلح الخراب اللي صار بيناتنا؟ أنا كتير بعتذر منك فراس، لأنه الخراب اللي صار بيناتنا مستحيل بقى يتصلح. ليش؟ لأنه الشيء اللي ما بتعرفه إنه أنا من أسبوع انخطبت لمأمون. مأمون؟ إيه مأمون. كل واحد بهالحياة بياخد اسمته ونصيبه، وأنت يمكن تكون اسمتك ونصيبك سوزان، وأنا اسمتي ونصيبي مأمون. مأمون اللي شافني أهم إنسان بالكون وما باعني كرمال القشور. بس ما تزعل، ربنا كبير وله حكمته، وأنا نعمتي كتير كبيرة بمأمون. يلا بالإذن.